خلصت الحكايه، اشرف بن شرقيه اهلاوي بنسبه 90%، وزيزو كمان في الطريق للنادي الاهلي، وتريزيجيه هيجي الاهلي قبل كاس العالم، وللاسف علي معلول خارج النادي. صح العاشق وقت الرحيل الدموع كان الوقت قد حان من أجل الرحيل، وحين تكتشف بأن الزمان ليس زمانك، وأن المكان ليس بمكانك، والإحساس ليس إحساسك، وأن الأشياء حولك لم تعد تشبهك، وأن مدن أحلامك ما عادت تتسع لك عندها، لا تتردد هكذا كان قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي واشترك لي في القناه واعمل لي لايك ويلا بينا. بن شرقيه لاعب كويس وورقه حلوه للاهلي، وطبعا اضافه للنادي الاهلي لانه لعيب مهاري وعارف الكره المصريه، وكمان هداف ولعب ضد الاهلي وجاب اجوان ضدنا. عارف ايه اللي زعلك؟ جمهور نادي الزمالك في صدمه، ابن قلبي مضى للاهلي ولا لسه؟ شوفوا كاتبين ايه على صفحه نادي الريان بالانستجرام. يا اخي الاهلي بيضرب من غير رحمه، خد كهربا ثم امام وبن شرقيه جاي في الطريق. اخبار متداوله ان خلاص النادي الاهلي حصل بالفعل على توقيع بن شرقيه نجم الزمالك السابق ونجم الريان القطري الحالي عبر الايميل. بن شرقيه عنده 30 سنه، في ناس خلاص شايفه انه كبر وصفقه مش كويسه للاهلي، بس لا، بن شرقيه لسه قدامه 5 سنين يلعب كوره، واي لاعب يجي الاهلي بيكون نجم وبيخرج كل ما عنده. وانا بقول لك لو بن شرقيه جه هينجح في الاهلي. الخوف كله من كولر اللي وصل لقمه التاليف حرفيا. في اخر ماتش لعبه الاهلي امام بيراميدز منزل اكرم توفيق وكريم ندفد اللي مستواهم ضايع حرفيا، وعنده السوليه بره وقفشه، وكمان بيغير اماكن اللعيبه، عنده راس حربه لسه جايبه وما عندهوش مهاجم ومقعده على الدكه، وبيلاعب امام عاشور راس حربه. واللي شاف المباراه او شاف رامي ربيعه العمر ما اقتنعت بيه انه يكون دفاع النادي الاهلي، بيجيب جون في نفسه زي الجوان اللي بيجيبها هالاند في الدوري الانجليزي. يا راجل اجدع هداف ما يعرفش يجيبها كده. وكمان بيراميدز عندهم تيم جامد، ده الجمهور الاهلي اللي خلى لعيبه بيراميدز ركابها تخبط في بعضها، وعشان كده المباراه خرجت بالتعادل، ولكن احنا نستاهل الخساره بغض النظر عن ضربه الجزاء اللي امام ضيعها. وكمان الحكم اللي بيساعدنا طرد لاعب بيراميدز وهي اخرها انذار. نيجي لموضوعنا، اشرف بن شرقيه يفسخ عقده مع نادي الريان القطري بالتراضي وهيتنازل عن مستحقاته، وكمان كان طالب من الاهلي مبلغ كبير وغير كلامه، احتمال كبير انه يكون في الاهلي. الصفقه دي لو تمت هتفرح جمهور الاهلي شويه، ولكن هتعمل حرقان غير طبيعي للزملكاويه. جمهور الزمالك جالهم اكتئاب من الخطيب، الا بن شرقيه، الا بن شرقيه، حتى ده عايزين يلعب في الاهلي وعايزينه يرجع لنادي الزمالك. يا اخي لما انت ادارتك مش عارفه تمضي زيزو وبتسمسر في كل صفقه ومفيش فلوس في النادي، هيجي ببلاش يعني؟ وزيزو كمان احتمال كبير جدا انه يجي الاهلي، لغايه دلوقتي ما مضاش للزمالك. حسين لبيب دعا زيزو الجلسه وزيزو كان جاي يمضي للزمالك، والموضوع ينتهي ونقول مبروك وزيزو في الزمالك. فجاه بيقول لزيزو احنا عندنا فيلا ب 30 مليون جنيه واحنا هنكتبها لك ونمضيك العقد، بس ما تقدرش تتصرف فيها غير بعد 3 سنين. فزيزو طبعا رفض لانها تحت التاسيس والاستلام بعد 3 سنوات، وطبعا زيزو ما عجبوش الكلام ده وحصل شد وجذب ما بين الطرفين. وزيزو بيقول لهم ليه ما قلتوليش من الاول؟ كان عنده عروض من الخليج. لغايه اخر الموسم يا جماعه احتمال كبير زيزو خارج الزمالك، ودي صفقه هتكون في مقتل يتمناها الاهلاويه. احلى شيء واجمل لاعب كنت بنتظره من لحظه خروجه من النادي الاهلي لحد دلوقتي، الاهلي يعلن التعاقد مع تريزيجيه لمده 5 سنوات بدايه من كاس العالم للانديه. هو ده ابن النادي الاهلي واحلى صفقه للنادي الاهلي. صفقه محمود تريزيجيه كلفت خزينه الاهلي مبلغ تخطى النصف مليار من النادي التركي وللاعب. لاعب موهوب كان شايل المنتخب المصري، بيقدم اداء لا يوصف، ما بيبخلش بنقطه عرق في الملعب. هي دي الصفقه اللي بجد اتقل صفقه جناح اخر 10 سنين، صفقه غير متوقعه جت في هدوء واتفاجئنا بيها كلنا. بس للاسف في خبر وحش، والله كان نفسي يمشي كولر ويفضل علي معلول. وكيل لاعب علي معلول ادوار قال في بيان علي معلول اتخذ قرار الرحيل عن الاهلي اليوم لرفع الاحراج عن الجميع، خاصه ان علي معلول تعافى كاملا من الاصابه وجاهز انه يلعب. انا عندي علي معلول احسن من يحيى عطيه الله مليون مره. المهم محدش من إدارة النادي الأهلي اتكلم معاه من قريب ولا من بعيد عن مستقبله ومصيره خلال الفترة القادمة، وقال بتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المراحل المقبلة، ووجه الشكر لجماهير النادي الأهلي. وقال حاجة يا صديقي الأهلاوي هتزعلك بجد، قال في الفترة الماضية شاهدت لعيبة من المغاربة بيتقاضوا أضعاف ما كنت أتقاضاه مع النادي، ولكن فضل كل مرة ينتهي العقد ويجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي. جماهير النادي الأهلي وأنا واحد منهم هنزعل على رحيل علي معلول، ولو اتقلبت الدنيا كولر يمشي وعلي معلول يفضل، خاصة إن إدارة الأهلي بيرموها على كولر، وإن كولر خلال أيام قليلة يمضيه يمشيه، بيخلي كولر هو اللي في وش المدفع وهو اللي مش عايز معلول. يا عزيزي الأهلاوي أنا عندي اقتراح جامد، المفروض كولر هو اللي يمشي. كولر من بداية الموسم بيقلب في التشكيلة ومشى لعيبة كانت شايلة الأهلي، زي اللاعب أحمد عبد القادر كان من أحسن لعيبة الأهلي، كان مهاري وكان شايل الفريق، وكمان القندوسي وديانج لعيبة ممتازة كولر تخلى عنهم ودمر كهربا حرفيا. والله لو كهربا خد فرصته كاملة لا يكون احسن لاعب في الاهلي، ونامل ان علي معلول ما يمشيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.